فنانين اشتركوا في برنامج رامز جلال واعترفوا ان البرنامج ده مفبرك، يعني راحوا معاه. وفي احد البرامج الاخرى قالوا ان احنا كنا عارفين، ورامز جلال قال لنا، يعني اعترفوا ان ده مفبرك. يعني مش محتاج اصل البرنامج ده لازم يكونوا عارفين. هقول لكم ليه برضو في اخر الحلقة هقول لكم ليه لازم يعرفوا. لازم يتعرف، لازم يعرفوا. دلوقتي بنشوف الفنان محمد فؤاد حضر برنامج رامز جلال نيفر اند، شايفين؟ فهو اعترف في احد بص البرامج الحلقة وقال ده بس مفبرك، عارفين انكم رايحين وقال لرامز ده جلال. مفبرك. احنا رايحين بصوا يا لرامز جماعة، طبعا. اي حد يقول لي غير كده يبقى كداب. بس بس لا، كلامي عارفين بقى. انكم رايحين انا لرامز بجيب لك كده، احنا جلال. رايحين لرامز طبعا. اي حد شايفين؟ يقول لي غير كده يبقى يعني بتقولوا كداب. انتوا كنتوا عارفين ان انتوا رايحين عند رامز وكذا كذا. قال لها هاي طبعا لازم كده، واللي يقول لك غير كده يبقى كداب، ده لازم. وهقول لكم برضه في اخر حركه ليه لازم الفنانين يعرفوا ان ده مقلب رامز جلال. يعني لازم يتفبرك، لازم يكونوا عارفين، لازم. وهنشوف دلوقتي الفنانة اسمها إيه دي، فيفا عبده، اعترفت برضه في احد، وظهرت كتير خلي بالكم، بس اعترفت وقالت له روح ابدا. قال لي يعني قالوا لي على البرنامج وعرفت ان هو قلت ابدا يا رامز بخاف. يعني بتقول انا اتصل بيا قال له مش هروح معاك السنه دي يا رامز، يعني عارفه ان هي مش هتروح معايا، كان المره اللي فاتت عطاها فلوس قليله ولا حاجه. فهي بتعمل حاجه زي ده. وهقول لكم برضه في اخر حركه برضه ليه لازم الفنانين يعني يعرفوا برنامج رامز جلال. وهنشوف دلوقتي الفنان احمد راتب برضه هو ظهر في احد البرامج وقال بص شوفوا قال ايه. فكلمني قال لي انت هتيجي، هم قايلين لي هتيجي تعمل برنامج يعني. فهو قال لي على فكره، على فكره يا بابا ده مقلب، وانا بقول لك عشان تبقى يعني انت يعني قال له انا هقول لك ده مقلب ومش عارف ايه عشان خاطر السن كلامه خلاص. بس هو لو بيقول لكل الناس عشان ايه، وبيتفق معاهم برضه، يعني بيتفق معاهم على الاجر قبل ما يروحوا. يعني انت ممكن واحد عامل برنامج يقول له لا ما تزعوش هات 30 مليون، فلازم يقول له يتفق معاه. لو هقول لكم برضه في اخر الحلقه ليه لازم الفنانين بالبرنامج ده لازم يعرفوا البرنامج قبل ما يروحوا. هنشوف دلوقتي الفنانة هالة صدقي. يعني هو بيفاجئك بس في نوع المقلب، في مقلب، انما بيقول لك من البدايه في مقلب، في مقلب بس ايه، ما بيقولش. خلاص طيب ماشي، بس لازم اشوف الحلقه في المنتج. يعني برضو الفنانة هالة صدقي كانت عارفة وقالوا لها ان ده برنامج. يبقى يا جماعة الفنانين لازم يعرفوا ان ده مقلب رامز جلال، مش هيتفاجئوا، مستحيل يتفاجئوا. وهقول لكم في اخر الحلقة ونشوف برضو الفنان محمود حميدة. لنفسي ولا هكذب على الجمهور عشان ببساطة يعني أكسب فلوس يعني. لا بس قلت له اسمع يا رامز، عايز تجيبني هاتني من غير ما اعرف. قال له يا ابني عايز تجيبني فهاتني من غير ما اعرف. يعني ما تقوليش ان ده برنامج مقلب وحاجات زي كده. انا ما اضحكش على الناس، انا ما اضحكش على الناس، انا مش بتاع فلوس. هقول لكم برضه ليه لازم في مقلب رامز جلال الفنانين لازم يعرفوا. نشوف دلوقتي الفنان سمير غانم. اعتذرت رامز حبيبي. انا رامز ده ابني، انا مربيه طبعا. انا كنت مطلوب. طب وبعدين شايفين برضو قال انا اعتذرت، يعني اتصلوا بيه واعتذر. يعني ده ما فيش حاجه صريحه غير كده. يعني انت مركز معايا الفنانين بيقولوا ايه. طيب نشوف برضو الفنان باسم سمرة. بيبقوا عارفين، كلهم بيبقوا عارفين، معظمهم يعني انت تقصد ان البرنامج ده مضروب؟ اتصلوا بيك وقالوا لك؟ لا ما اتصلوش بيا المره دي، بس اتصلوا قبل كده. اتصلوا قبل وقالوا لك؟ شايفين يا جماعه، يعني قال مفبرك، يعني قال كله يبقى عارف، يعني لازم يبقوا عارفين. طب ليه لازم يكونوا عارفين يا جماعه؟ البرنامج ده خلي بالكم يعني وراه ناس كتيره شغاله فيه وهيتصرف على ملايين ملايين ملايين. فمستحيل واحد يجي وخلاص كده ويعملوا فيه المقلب ده وفي الاخر يبوظ لهم الدنيا تلقائيا. يعني ممكن بعصبيه يشتم، يعني مش ممكن ما يكملش، ممكن يغمى عليه، ممكن مش عارف ايه، ممكن يقول ده مقلب ويضربهم. فلازم يعرفوه عشان ما يبوظش الدنيا. حلقه معموله وكل حاجه مجهزه وفي الاخر في دقيقه واحده البرنامج يبوظ. لازم يقولوا له انت راجل ممثل، انت راجل مش عارف ايه، مثل معانا الحلقه دي. فمش تلقائيا كده ممكن يغمى عليها
ما يكملش فاول. في اتفاقات، لانك مش معقول تجيب ستار كبير وبعدين تعمل فيه فصل بايخ قد يؤدي الى حادثه فظيعه مثلا، مش كده؟ وهيسيبك. يعني انا شخصيا